طبعا مشوار وماراثون كبير زي ما احنا شفنا السنه اللي فاتت. الاهلي حسم البطوله في اخر الاشواط زي ما توقعت، زي ما قلت في كذا فيديو السنه اللي فاتت. قلت الاهلي بيجي من بعيد جدا وبيحسم اللقب زي كل سنه امام بيراميدز. السنه دي الاهلي دايما بيخش البطوله متاخر، النفس طويل. متوقع النهارده وسيراميكا. طبعا الماتش كان صعب جدا، قبل الماتش كان الجماهير يعني بتقول الماتش هيبقى تقيل، الماتش هيبقى رخم. سيراميكا فرقه كويسه جدا، معاه لعيبه مميزه، لعيبه شفنا الكواليتي الباص بتاعهم امبارح كان ممتاز. في الشوط الاولاني الشوط الثاني كانوا بيقدروا يوصلوا الجون. محمد صبحي بجمل تكتيكيه سهله جدا، ضيعوا اكتر من فرصه. الزمالك طبعا بمعنويات بقى وبروح البطوله بيقدر يخلص الجيم بمهارات فرديه. ناصر الماهر ومحمد شحاته الجون العالمي اللي جابه نص الملعب. الزمالك لسه عنده كتير، اللعيبه الجديده الصفقات. يعني انا شايف ان الصفقات لما تبدا تخش بقى في تشكيل في نادي الزمالك هتحس بفرق كبير جدا 180 درجه. لان الصفقات لما تبدا بقى يعني ترجع على المستوى البدني، تبقى جاهزه على المستوى البدني والانسجام مع الفريق. تيم الزمالك اعتقد بعد 5 ماتشات هيكون اللعيبه المحترفين والصفقات الجديده دي دخلت في التيم وهتعمل فرق كبير جدا مع نادي الزمالك. صفقات انا شايف ان هي قويه، اضافه. في لعيبه عندها امكانيات كتيره جدا، كبيره جدا في الملعب. مع الوقت الزمالك بعد 5 ماتشات ان شاء الله انا متوقع ان الصفقات هتاخد مكانها في التشكيل الاساسي. ممكن ان شاء الله انا متوقع الزمالك هيقدم موسم كبير جدا باللعيبه اللي هو جابها، لعيبه مميزه، لعيبه باحتياجات الفريق. نرجع تاني الانديه التانيه دي هتكسر في بعض. وادي دجله فرقه كويسه، فرقه جماعيه، عناصر مميزه، عندها روح الجماعه واداء مميز. زي ما شفنا عمان بيراميدز احرجوهم وضيعوا فرص كتيره. الزمالك مع دخول الصفقات بعد 5 مباريات انا متوقع ان شاء الله الزمالك هيبقى عنده تيم ومستوى فني وبدني مختلف عن اول مباراه. مع المباريات الزمالك هيخش والصفقات هتعمل فرق كبير جدا. الاهلي انا شايف برضو هو اللي هتنحصر في النهايه. الدوري هيبقى اهلي بيراميدز، اهلي بيراميدز الزمالك، الزمالك بيراميدز الاهلي، زي رتبوهم زي ما احنا عاوزين او زي ما انتوا عاوزين. البطوله هتبقى صعبه السنه دي، الهبوط هيبقى كتير جدا، الهبوط هيبقى شرس. هنشوف بقى المباراه هتمشي ازاي. نتوقع ان شاء الله موسم خير علينا كلنا والجماهير تستمتع بالتغطيات اللي احنا هنقدمها على الصفحه ان شاء الله على انستجرام وتيك توك وهنا. اشوفكم ان شاء الله بعد الماتش وفيديوهات، واستنوني.